أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من صوت الناس. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله في هذه الحلقة سوف يكون هناك الكثير من الفقرات التي نحاول أن نناقشها ونقوم بحل هذه المشاكل من خلال صوت الناس. هناك الكثير من المشاكل ولكن أيضا الحلول موجودة إن شاء الله. برحب بزميلي العزيز رئيس التحرير أستاذ محمد حسنين، برحب بك معايا. أهلا بك يا أستاذ جمال، وأهلا بالسادة المشاهدين. النهارده معانا في برنامج صوت الناس. برنامج صوت الناس خدمة جماهيري، وفي الحقيقة برنامج صوت الناس بيتلقى عديد من الشكاوى المواطنين، وبفضل ربنا البرنامج بيحصل إن شاء الله على حلول فورية بفضل إن شاء الله برنامج والسادة المسؤولين القائمين عليه. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله هنبدأ معاكم بفقرة هامة جدا، وهي فقرة خاصة بهيئة النقل العام. ليه؟ لأن الأتوبيس أو المواصلات العامة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بحل مشاكل المواصلات في مصر والازدحام المروري. تحتاج إلى بعض الحلول للعاملين فيها وأيضا للمواطنين. هنبدأ النهاردة بالعاملين بهيئة النقل العام، لهم بعض المشاكل. أستاذ محمد، النهاردة كان في تقرير أنتوا عاملينه عن هيئة النقل العام وبعض مشاكل العاملين في هيئة النقل العام. واحنا سيادتك فعلا كان جالنا في برنامج صوت الناس بعض من شكاوى العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، وفعلا توجهت قامة البرنامج إلى السادة في جراج الطبيعة في الهيئة في مدينة نصر، وبدأنا نسجل مع العاملين نسمع شكواهم. وفي الحقيقة سيادتك السادة المسؤولين ابتدوا يبقى في ردود فعل للرد على بعض الشكاوى، وزي ما سيادتك عارف ان دي كلها شكاوى موجودة، واحنا نزلنا رفعنا تقاريرها، وان شاء الله هنعرض التقرير على السادة المشاهدين ونشوف ان شاء الله مع بعض التقرير. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ثم نعود اليكم مع لقاء مع سيد اللواء هشام عطية رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام لحل هذه المشاكل على الطبيعة. نشوف التقرير ونرجع اليكم مع صوت الناس. صوت الناس رسالة إلى كل المسؤولين في مصر. برنامج صوت الناس جات له شكوى من العاملين بهيئة النقل العام، عندهم عدة مشاكل، فانتقلت قامة البرنامج لإحدى المواقع لكي نصل إلى حلول معهم ونسمع شكواهم. المرتب تعبان تعبان تعبان. حضرتك الحد الأدنى والحد الأقصى احنا عرفنا اللي مش هيطبق علينا. ما هو انا مش من ضمن الدولة، ما اعرفش هنروح لحد فين وايه اللي هيحصل وايه اللي هيجي، ما تعرفش لسه. وده احنا زي ما انت حضرتك شايفين كده شغالين ومطحونين، وازاي الحد الادنى والحد الاقصى ما يجيناش؟ بصراحه مش عارف. والله مشكلتي هنا انا مرتبي كله على بعضه شامل المرتب ما بيكملش 400 جنيه. حضرتك انا الكلام ده موجود في شريط القبض بتاعنا اهوت. وقبل كده انا كنت بردك مريض ورحت اسال على علاج في الفرع عندنا، فقالت لي الدكتوره قالت لي والله ما فيش علاج، جالنا من حوالي شهر او شهرين. حتى في المستشفى بقى قبل كده برضك كنت انا بشتكي من حاجه، حاولت اوصل للاستشاري ما لقيتش حد يقف جنبي، حتى الاستشاري جبت له ورق من بره ان انا تعبان ومريض وكده وما اهتمش بكلامي. فاحنا عندنا بعض المشاكل حتى في العصيان المدني. احنا قبل كده برضك كنا شغالين وما وقفناش خالص في اي اضراب او في اي حاجه. حتى دلوقتي الحد الادنى اللي احنا كنا منتظرينه ما بين دلوقتي سامعين كلام ان هو هيتطبق علينا وسامعين كلام ان هو مش هيتطبق. مشكلتي ان انا عايز اوصل صوتي للدكتور عدلي منصور رئيس الجمهوريه والسيد المشير عبد الفتاح السيسي، عشان خاطر بس الناس دي اللي هم الاثنين دول من اللي انا واثق فيهم في الحكومه حاليا، هم اللي شغالين بضمير صح في البلد. فانا عايز اوصله ان الناس دول كلهم شغالين في ظروف قنابل وظروف ضرب، والسواقين بتتضرب في الشارع ومتبهدلين وطالع ايمانهم، ومفيش حد بص لنا ان احنا مهمشين في الدوله. مفيش حد بيبص لنا خالص اطلاقا. يعني وزير الماليه ما يطلع يوم 22 يقول ان هتقبضوا الحد الادنى باستماره منفصله، ومفيش حد يلاقي انه يقبض، والناس تقف تساعد الحكومه تساعد البلد عشان خاطر ما تعملش اضراب، وتساعد عشان خاطر البلد تمشي عشان تقف على حيلها، ومحدش يسال فينا برضو. ده كلام ما ينفعش. مشكلتنا هي مشكله يعني متعدده المشاكل، في مشاكل ماديه
وفي مشاكل صحيه وفي مشاكل مهنيه، بمعنى ان في طبيعه عملنا في مخاطر، احنا ما بناخدش بالنا المخاطر. يعني الناس دي كلها معرضه لاصابات ومعرضه لحاجات كتيره جدا، ما بناخدش بالنا المخاطر. الحد الادنى والحد الاقصى سمعنا بيه كتير. احنا بيطبق علينا الحد الادنى اللي احنا اقل فئه يمكن على مستوى الدوله. مشكلتنا بقى تبدأ بعد الثورة على طول. المفاجأة المدوية إن طلع علينا أيام حافز الإثابة ووقفتنا إضراب عام للعمال بيطالبوا بحافز الإثابة إن إحنا هيئة اقتصادية. فبدأت المشكلة تتراوح من هنا إن إحنا هيئة اقتصادية وعايزين تشريع. فجرينا طبعا في التشريع مع مجلس الشعب وشرعنا، وقبل 3 أيام من حل مجلس الشعب على طول طبعا بعد الحل انتهت القصه خالص على ان مفيش زي ما احنا، لكن اصلا كان في موافقه من مجلس الشعب على اننا نبقى وزاره نقل. شكوى المستشفى يا اخوانا ان الدوله مديونه لهيئه النقل العام، الدوله اللي مديونه لهيئه النقل العام ب 193 مليون، وسبب ان احنا بعتنا لوزير الماليه والدكتور رئيس الوزراء والسيد الوزير المحافظ بهذا الكلام 193 مليون، وقعدنا مع السيد محافظ القاهره من 3-4 اسابيع قلنا الكلام ده، وعندنا خسائر. محافظ القاهره ايه دوره في ده؟ ما هو اصلا المسؤول عننا، احنا نتبع قانون 47، احنا نتبع قانون ناس بتاخد راحتين في الشهر في الاسبوع، احنا بنشتغل الراحه ديت باجر، ازاي تدخلها في الحد الادنى الاجور؟ ازاي تدخلي اضافي؟ انت بتطلبني يوم عيد باجي لك غصب عني واسيب اولادي، هتدخلها لي ازاي في حد ادنى الاجور؟ ازاي حد ادنى الاجور يتحسب؟ تعال احسبه معايا، هتلاقي 3/4 اللي باخده عشان مجهود غير عادي، انا بشتغل فوق الطاقه، ازاي تحاسبني عليه؟ لابد ان لهم حلول فوريه وعاجله. صوت الناس رساله الى كل المسؤولين في مصر. أهلا بكم مرة أخرى مع صوت الناس. كما شاهدنا هذا التقرير، هناك مشاكل بيعاني منها المواطنين في عدم توافر الأتوبيسات وأيضا عدم وصولهم في الميعاد المحدد، ولكن حتى يتم حل هذه المشكلة لابد من حل مشاكل القائمين على حل هذه المشكلة وهم العاملين بهيئة النقل العام، وكان هذا التقرير بداية إن شاء الله. النهاردة أستاذ محمد معنا سيادة اللواء هشام عطية رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. بنرحب بسيادتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. أستاذ محمد، أنت كنت موجود في الموقع بالظبط. هو ساعتها احنا في الحقيقه كنا موجودين في موقع الحدث، موقع الجراج اللي الناس ابتدت تلقي فيه شكواهم، وفي الحقيقه احنا لما توجهنا ليهم كان عندهم عده مطالب سيادتك، بيتكلموا على ضعف مرتبات، وبيتكلموا عن الصحه، وبيتكلموا عن مشكلتين تحديدا يعني. فيعني ريت ناخد من سياده اللواء رد على التقرير اللي حضرتك سمعته من ناحيه الوضع المالي بالنسبه لهم ومن ناحيه الرعايه الصحيه في المستشفيات. بسم الله الرحمن الرحيم. انسب تعليق يتقال على عامل هيئة النقل العام اللي سمعته من احد العمال في جراج فتح، ان عامل هيئة النقل العام ده عامل مطحون. ده حقيقي مطحونين، بمعنى ان المعدة اللي بيشتغل معاها دي معدة خدمة شاقة، ابتداء من خميسة صباح ده المعدة نفسها. المعدة نفسها الاتوبيس خدمة شاقة بيشتغل من الساعة 5 الصبح لغاية 12 بالليل، 1 بالليل، اكتر من 16 ساعة. علشان يتجهز الاتوبيس ده يطلع امن وما يبقاش فيه مشاكل للركاب، بيمر بمراحل عديدة. من الساعة في وردية ثالثة من الساعة 11 بالليل، دولت بيبقوا سهرانين، بيدخل الاتوبيس من الساعة 12 بالليل، بيتم الكشف عليه على جميع وسائل الجر الامامي والخلفي، آلات الجر الاماميه والخلفيه، ومدى والزيوت والفرامل والكهرباء والتامين وتفتيش، اللي وخصوصا بعد الفتره الاخرانيه دي اللي حصل فيها القلق فيها، تفتيش الاتوبيس من تحت الكراسي ومن داخل الموتور. وده شكر عظيم واشكر فيه جميع العاملين في هيئة النقل العام، وبالاخص احد السائقين اللي اسمه محمد عبد الله، وفي واحد اسمه احمد عبد العليم تقريبا، اللي دولت اكتشفوا القنبله البدائيه اللي كانت موجوده في ميدان الحجاز. واخر حدث كان على ما اذكر برضو السائق محمد عبد العزيز او عبد العزيز، اللي انقذ الاتوبيس
حرق الاتوبيس من المظاهرات اللي كانت موجوده ناحيه كليه بنات الازهر. دي مخاطر. ده مخاطر ودي مخاطر اللي بيقابلوها في الشارع. وانا انا معاهم وحاسس بيهم، وبقدر الامكان بنحاول نتغلب على المخاطر دي، وهم بيساعدوني على كده بالامانه. لا استاذ محمد طرح النقطه الاساسيه. اسمح لي سياده اللواء، هم عندهم مشكلتين رئيسيين. المشكله الاولى حضرتك هم بيتكلموا على ضعف المرتبات بتاعتهم، بيقولوا ان هم اقل فئه في المجتمع بيحصل على مرتب مش قادر يتعايش بيه، رغم انه موظف المفروض انه موظف مرتبه يكفيه. هم حضرتك عندهم مشكلتين تحديدا عايزين نتكلم مع سيادتك في نقطه العائد المادي او مرتبه، ان في بعض في التقرير سيادتك كانوا قالوا ان بياخد 400 جنيه مرتبه. فسيادتك ترد لنا على المرتبات وضعفها ليه، ونقدر نشوف لهم حلول ازاي سيادتك؟ برضو ارجع اقول ان عامل هيئه النقل العام صح، احسن تعليق اتقال ان هو مطحون، المرتب قليل وبيتعبوا جدا، ولكن بالمجهود اللي بيبذلوه معايا ومع الهيئه ولصالح الوطن ان شاء الرحمن الكلام ده هيتعدل بدخول السيارات الجديده. في متفائلين جدا في من اخر اتوبيس جديد دخل في هيئه النقل العام 2009. طب اسمح لي يا فندم، هم طلبهم كمحدد. ما انا هقول لسيادتك، احنا سيادتك هو عايز يرفع من اجره، نرفع ازاي؟ يعني كهيئه سيادتك. محمد خلينا نقولها بطريقه ثانيه، الحد الادنى دلوقتي الاجور 1200 جنيه. انا لما اسمع واحد بيقول انا 400 جنيه يبقى هو طبعا يعني دي يعني تحتاج لتبرير او تقرير وتحتاج لحل. انا متفائل جدا بالعمال. في وفد من العمال قابلوا السيد الوزير كمال ابو عيطه وقابلوا السيد المحافظ، ووعدوهم ان الحد الادنى هيتطبق عليهم ان شاء الله. وانا متفائل جدا. هو في قرار حكومي انه يطبق من فبراير، ان الحكومه هتطبقه على القطاع الخاص. لا على انا مش مصدق اللي هم ممكن ما يطبقش على هيئه النقل العام. ما هيئه النقل دي قطاع عام وحكومه، يعني المفروض ان دي يطبق قبل حد، قبل اي حد. فده اللي انا متاكد منه. والحته الثانيه سيادتك متاكد منه؟ طب هيتنفذ امتى يا فندم؟ ان شاء الله. يعني برضه هم اللي بيسمعونا اللي هم العاملين بهيئه النقل العام او الموظفين بهيئه النقل العام، هو محتاج ياخد وعود من رئيس مجلس الاداره امتى يطبق ده سيادتك؟ انا معاهم، ويوم لما هيطبق عليا. تمام برضه. تمام. ان شاء الله زينا زي باقي موظفين الحكومه في الدوله بالكامل. طب هل سيادتك الاداره ممثله في حضرتك بتسعوا علشان؟ ايوه تمام. عملنا حصرنا الناس اللي اقل من 1200. تمام. وحصرنا الاعداد بالكامل. اقل من 1200 سيادتك تقريبا عدد وصل قد ايه؟ اقل من 1200؟ لا، ما اصل ال 1200 دي عندنا في عامل هيئه النقل العام بيعتمد على الاجور المتغيره. والحافز انا عارف سيادتك الحافز. اشتغل اكتر بياخد، لكن لو مرض مش هياخد. تمام. والشغل بتاعه شغل شاق، ولازم يطلب منه يكون فيه انتاج عشان يقبض منه. يطلب فيه انتاج. تمام. ولازم يبقى فيه اتوبيس صالح. تمام. ولازم يبقى فيه لا بس معلش يا فندم، يعني ازاي 400 جنيه؟ عاوز افهمها، يعني ازاي 400 جنيه؟ يعني دي حقيقة في واحد بياخد 400 جنيه؟ يعني الشيت بتاعه ده غير الحوافز يعني، ولا في حاجه ثانيه بياخدها؟ لا يعني اجمالي، ولا في حاجه جنب ال 400 جنيه؟ لا في حاجات ثانيه. ايه في حاجات الثانيه دي بقى؟ في حوافز. ايوه. وممكن لو في مكافاه. بس برضه يعني هو اجره اللي هو الاساسي 400. ايوه. خلينا بس عشان نوضح النقطه. زيه زي باقي الاساسي 400. ماشي. لا مش الاساس بس، زيه وبدل طبيعه العمل زي موظفين الحكومه بالظبط. الحوافز اقل حوافز كام؟ لا ممكن حسب الانتاج. ممكن حسب الانتاج. يعني عموما ممكن 200 جنيه. اقل حاجه 200. ممكن 200 لو توصل لغايه كام؟ لا توصل 600 700 800 حسب الانتاج بتاعه. طيب. وحسب العدد الايام اللي بيشتغل فيه. غير الحوافز بياخد. ولكن لو تعب في الفتره دي مش هياخد حوافز. طيب والانتاج اللي هو المكافآت بتوصل كام؟ المكافآت دي مش مستمرة طبعا. يعني في سبيل ايه؟ انا بحاول اشجع اللي بيشتغل علشان يدي شغل اكتر، وعلشان احافظ على شغل الهيئة. يعني واحد بيتعب جامد كويس،
لازم احفزه علشان باقي طيب زمايله. ماشي. يعني هم الهيئه يا استاذ محمد بينزلوا بيشتغلوا السائقين في ظروف صعبه نمره واحد، والمحصلين وبينزلوا في ايام الاجازات، وبينزلوا في الناس كلها قاعده في البيوت وهم بينزلوا يشتغلوا، والورديه الثالثه وورديه ثالثه وشغل ليل ونهار، وعاوزينهم الناس كلها بتشكي منهم عشان يبقى اذا انا لازم اوفر لهم بيئه العمل المناسبه، بيئه العمل المناسبه ايوه بالاضافه الى اجر مناسب يكافئ ما يبذله من جهد. يبقى انتوا تمام. لازم يا فندم تغيروا الكادر بتاع الهيئه. ان شاء الله. ده في حاجه كمان استاذ جمال، كان سيادتك بعض العاملين في الجراج كانوا اتكلموا في حاجات اعتقد يعني هي من ضمن حقوقهم. كانوا سيادتك كانوا اتكلموا على هم عندهم بيشتغلوا في المواد البتروليه والزيوت والشحومات، فكانوا بيقولوا ان هم المفروض يبقى ليهم بدل مخاطر يعني او بدل عدوى بالظبط. ان الحاجات دي سيادتك ممكن تسبب لهم. هل سيادتك برضو النقطه دي يعني كاداره هيئه نقل العام بمستلف سيادتك دي حضرتك حاطط لها في الاعتبار جزء بقى لا غير العامل المادي؟ تمام. لو بدل العدوى دي بيبقى ليها قواعد واسس وقوانين بتتبع الوزارات تانية، فبتبقى متحدده اذا كان تنطبق علينا او ما تنطبقش، يعني هي مش بايدينا احنا. تمام. ولكن احنا بنطبق تعليمات وزاره البيئه بخصوص التداول المواد البتروليه، بخصوص الجراشات والعادم، تمام. بخصوص استخدام محركات يورو 3، بخصوص يعني معايير السلامه المهنيه. ايوه بالظبط، معايير السلامه المهنيه. طب اسمح لي سيادتك، كان برضو في حضرتك نقطه كانوا يتكلموا فيها في الجراج، يمكن حضرتك شفناها في التقرير، ان هم كان عندهم بعض مشاكل يا استاذ جمال في التامين الصحي. يعني هو انا سالته هل انت تابع لهيئه التامين الصحي؟ قال لا احنا لينا مستشفى خاصه بهيئه نقل العام سيادتك. ايوه. وقالوا ان هم عندهم عده شكاوى من ما فيش ادويه. قالوا نقص الادويه، وقالوا نقص الادويه ده يمكن هناخد رد من سياده اللواء. طب النقص الادويه ده قالوا عشان الموارد اللي بتخش احنا لينا حقوق عند الدوله اللي هي 193 مليون. فدي ايه 193 مليون؟ ايه موضوع الحضرتك 193 مديونيه الدوله؟ المديونيه دي بعد لما حصل ان ثوره 25 يناير ولا لا بالاضافه الى 25 يناير. بالاضافه ان ساعه لما صدق السيد وزير الماليه والسيد رئيس مجلس الوزراء على مكافاه نهايه الخدمه، كنا احنا صرفنا بناء على التعليمات لمده شهرين كده بدون ما تجيلنا الموارد. فدي حصل فيها دروب جامد. بالاضافه الى من بدايه الثوره الراكب قل في الشارع المصري. نعم. فالايراد برضو الهيئه من ضمن الايرادات بتاعتها اللي هو التذاكر قلت، بالاضافه الى الخسائر زياده عن 100 اتوبيس حاليا دلوقتي من شهر 7 اتكسر البرابريز بتاعه. ده بتبقى خسائر بالاضافه الى حرق. ما فيش تامين على الاتوبيسات؟ لا مش مأمنين تبع الشركات التامين؟ في تامين. طب ما شركات التامين بتعوض المفروض. طب اسمح لي جمال بيه بعد اذنك، احنا كنا عايزين نقول ايه؟ طب حضرتك المديونيه ال 193 اللي هم عند الدوله، ايوه، سعادتك لو هيئه النقل العام سعت ان هي تسترد او تجيب حقوقها ال 193 عند الدوله، 193 مليون عند الدوله، هل ده يبدا يصلح من حال الهيئه ككل من خدمات صحيه، من حقوق العاملين، ولا حضرتك ده رقم ملوش في دعم الهيئه؟ لا ده هيصلح طبعا، ليه نسبه كبيره قوي هيصلح. من ضمن مشاكل هيئه النقل العام هي عدم وجود سيوله. طب سيادتك هل في سعي حتى الان بنسعى عليه ان احنا نقدر نسترد الارقام دي؟ ان ارقام 90 مليون دي رقم كبير. تم مخاطبه السيد وزير الماليه واتعمل مذكرتين وان شاء الله يتم الرد عليها. طب سيادتك الرعايه الصحيه، يعني عايزين برضو نتكلم ان برضو كانت الرعايه الصحيه كانت شاغله اغلب العاملين. قال ان هو على كلامه في التقرير حضرتك شفناه كان بيقول ان هو عنده ممكن يقعد بفتره مش لاقي الادويه متوفره في المستشفى. سيادتك نرد عليه ونقول ايه؟ هي بعد الثوره في بعض ادويه نقصت في شركات الادويه. تمام. وكان فيها مشاكل، ده على مستوى المستشفيات بالكامل، بالاضافه الى عدم وجود سيوله في هيئه النقل العام. ولكن في اولويات بتتعمل في المستشفى
وبمساعده وسيادتك من اولى اولويات الادويه البسيطه، يعني هي اولى حاجه للمريض هيروح مستشفى هي الادويه. تمام. يعني هو محتاج، ده ابسط حقوقه. تمام. فهو سيادتك قبل ما اطور مستشفى او احاول اوفر له الادويه دي. فسيادتك ده هل مش تم تطوير المستشفى وتوفير الادويه اللازمه، ولكن لعدم وجود السيوله اللازمه الكافيه الكافيه تمام لتوفير طيب سؤال اللي هو الادويه. من المسؤول عن السيوله؟ المسؤول عن السيوله المحافظه، انتوا تابعين لمحافظه القاهره؟ لا، السيوله وانتوا تابعين لمحافظه القاهره؟ احنا تابعين لمحافظه يبقى القاهرة. المحافظه هي المسؤوله عن السيوله ولا وزاره لا، انا النقل؟ هقول لسيادتك، السيوله دي عباره عن ايه؟ الجزء الكبير من الايراد اللي بيجي من الشارع. لا معلش يا استاذ جمال، عشان نوضح السؤال بس سياده اللواء، احنا بنتكلم الاستاذ جمال يقصد ال 193 مليون اللي هم لا مش لا، 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 موضوع لا، تاني، لا، انا لا. بتكلم عن السيوله بالفعل. السيوله يعني هي دي بتعتمد على الايراد. على الايراد. وما الذي يمنع ان يكون هناك ايراد عالي رغم ان احنا بنشوف الاتوبيسات زحمه؟ مع احترامي لحضرتك، يعني الاتوبيسات بتبقى وجود زحمه. المظاهرات آه. وجود المظاهرات، مم. الانفلات الامني في ايام الجمعه. اه. المتوقع يوميا المفروض يجي الهيئه تجيب مليون جنيه. بيجيب كام بقى؟ ايام الجمعه في حدود 200,000. ما هو ده طبيعي، انخفاض الناس اللي بتنزل. ايوه. طب لكن في الايام العاديه بتجيب مليون ولا بتجيب لا اقل؟ لا لا لا، بتجيب 700,000 600,000. طب عدد الاتوبيسات بيفي بالموضوع ده؟ يعني انتوا بتوفروا عدد اتوبيسات عشان تجيب المليون جنيه ولا؟ لا 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 لا، الاتوبيسات شغاله 1200 اتوبيس شغال يوميا. طب سياده اللواء دلوقتي حضرتك لو قلنا ان حضرتك بتقول الرقم في الطبيعي بيبقى مليون جنيه دخل ايراد الهيئه يوميا. تمام. طب حضرتك انت قلت بنوصل لحوالي 700 تقريبا. سيادتك بيوصل دلوقتي، قلت الارقام 700,000. طب سيادتك اعلى ايام في التشغيل. تمام. هل سيادتك قدرنا نقدر طب ايه الاسباب اللي بتخلي الايراد بينخفض؟ وهل سيادتك بدأنا نشوف حلول للاسباب دي؟ اول ما بيحصل قطع طريق او مظاهره في اي ميدان من ميادين القاهره بيأثر على القاهره بالكامل في الايراد بتاعنا. تمام. الخطوط هتختلف، الزمن الرحله هيختلف. تمام. المرور نفسه هيأثر، وبالتالي بيأثر بالسلب على الايراد. طيب اسمح لي سيادتك دلوقتي، هم كعاملين هيئه نقل عام او هم رجاله سيادتك او هم ابناء سيادتك كلهم، هم عايزين حضرتك من حضرتك كرئيس مجلس اداره رساله طمأنينه من ناحيه حقوقهم الماليه رقم 1، ورقم 2 من حقوقهم الصحيه. سيادتك كرئيس مجلس الاداره حضرتك تقدر توعدهم بايه، او نقدر يكون ايه في القريب العاجل بالنسبه للمرتبات وبالنسبه للصحه؟ انا دخلت هيئه النقل العام في 8/2011، كنت متشائم باللي انا شفته. مستشفى، ما انت حضرتك مسكت توقيت صعب. مستشفى، مظاهرات، قطع غيار، اتوبيسات مستهلكه، كل حاجه. ولكن حاليا دلوقتي اقدر ابشرهم ان شاء الله تم تطوير المستشفى، وهي ابتدت تشتغل تشغيل تجريبي، واحنا في خلال 15 يوم 20 يوم كده ممكن هتتفتح ان شاء الله. فيها وحده رعايه مركزه، فيها وحده غسيل كلوي متبرع بها مصر الخير، وشكر عظيم وللدكتور علي جمعة. نعم. في عدد 3 عربية إسعاف، واحدة منهم مجهزة رعاية، وواحدة تانية تم تبرعها من السيدة المهندسة منى مصطفى رئيس الإدارة السابق. أيوة، رئيس مجلس الإدارة السابق. لها عندي كل التقدير والشكر والعرفان. قدرت تستوعب العمال، والعمال هم السبب الرئيسي لرقي الهيئة. فالهيئة ووعدي لعمال الهيئة اللي أنا أحسن الهيئة، مش أنا لوحدي. طيب اسمح لي سيادتك، احنا وصلنا لنهايه الفقره يا استاذ محمد. يعني بسرعه شديده جدا سياده اللواء، احنا بنشكر حضرتك. بنوعد ان شاء الله ان احنا هننزل مع بعض وهنشوف برضو مشاكل العاملين في الهيئه على الطبيعه من خلال الاتوبيسات ومن خلال المواقف. هذه واحده، وايضا هنسال الناس بقى، هنشوف الناس اللي بتركب المواصلات ايه المشاكل اللي بتعاني منها، وهتعرفوا ان عامل هيئه النقل العام بيتعب قد ايه. انا ما بقدرش اسوق العربيه بتاعتي ساعه. وهنسجل مع السيد المحافظ
القاهره تمام. عشان نعرف يعني الى من تتبع الهيئه ومساله السيوله والديون بتاعه الهيئه. ان شاء الله انا واحد من الناس نفسي اركب الاتوبيس من البيت لغايه الشغل وما اركبش عربيه ولا اركب تاكسي، لان انا إن شاء الله. بعاني كثيرا من الزحام. الاتوبيس هو الوسيله الوحيده، او المواصلات العامه استاذ محمد هي الوسيله الوحيده لحل مشاكل المدن، خصوصا اواسط المدن. أو احنا أغلب بنشكر المجتمع. حضرتك. الله يخليك. سياده اللواء احنا برضه يعني احنا نستاذنك حضرتك في قبل ما نختم مع سيادتك، يعني طبعا حضرتك انت وعدت العاملين ابناء سيادتك ان شاء الله بالرعايه الصحيه، وان شاء الله يعني حضرتك برضه في القريب العاجل ان شاء الله نجي لكم ويكون برضه في حلول لمرتباتهم ان شاء الله. شكرا يا فندم، ونشكر العفو. سيادتك في نهايه لقائنا. شكرا سياده اللواء هشام عطيه رئيس مجلس اداره هيئه نقل العام. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الفقرة. بننتقل مع فقرة أخرى أيضا خاصة بالسائقين، وليس سائقي هيئة النقل العام ولكن سائقي الميكروباص والمواصلات الخاصة في ميدان شبرا الخيمة، عشان نعرف مشاكلهم. وأيضا سوف نشاهد مباشرة رد السيد محافظ القليوبية على هذه المشاكل. صوت الناس رسالة إلى كل المسؤولين في مصر. من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، طبعا احنا كنا عرضنا في الحلقة اللي فاتت تطورات ميدان المؤسسة. ميدان المؤسسة من أكبر ميادين الموجودة في محافظة القليوبية، وبيمر عليه كل يوم مش أقل من 2 مليون عربية بتستخدم الميدان. بيتم إن شاء الله الآن تطوير ميدان المؤسسة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكاميرا جايبة معانا الميدان وتطورات الميدان، ان كل ده بيتم المفروض في خلال 70 يوم بيتم تطوير الميدان. المدة اللي هيتقدر فيها توسعة الميدان او تطوير ميدان المؤسسة هي 70 يوم. النهاردة كده عدى تقريبا 15 يوم، والباقي من الزمن حوالي 150 يوم. ميدان المؤسسة من اكبر ميادين محافظة القليوبية، ومن هنا بيتم تطويره. ومعانا بعض من مشاكل الناس الموجودين بميدان المؤسسة. هم عندهم بيستعملوا مثلا زي قائد السيارات، ميكروباصات، أصحاب المحلات، أصحاب الإكشاك، الباعة الجائرين بالميدان. طب الناس دي بتسأل الميدان لما هيتطور احنا رايحين فين؟ أنا راجل عندي كشك هروح فين؟ ميكروباص بيسأل أنا هروح فين من الميدان؟ فدلوقتي احنا بناخد مشاكل المواطنين الموجودين في الميدان علشان نعرضها على السيد محافظ القليوبية في ظل تطوير ميدان المؤسسة، وعايزين نشوف هيكون رد المحافظ علينا على شكاوى المواطنين. نتعرف بحضرتك. اسمي خيشة، عندي كشك باكل منه 3 انفار، الام والاخت والاخ. خد بالك احنا 4 انفار بناكل من الكشك. احنا هنروح فين؟ احنا محتاسين دلوقتي مش لاقيين مكان نقف فيه. انت كشك فين يا عم خيشة؟ نعم في الميدان نفسه قصاد الماء في الميكروباص. ميدان ايه؟ اهو ميدان المؤسسة. طيب انت ليك كشك في الميدان؟ طيب انت حضرتك يعني انت بتسأل في ظل التوسعة دي بتسأل على ايه؟ ايه طلباتك؟ الطلبات اللي انا عايز مكان انقل منه واكل عيش عشان ورايا مسؤوليات. انا باكل بسترزق من الموقف دوت على حس العربيات وكده، وموسعوا الميدان هنروح احنا فين؟ هناكل منين عيش؟ ليك ايه في الموقف هنا؟ ليا فرشه. فرشه مناديل باكل منها عيش انا وعيالي، وانا ما معيش راجل ياكلنا. يعني انت حضرتك بتطالبي بعد توسعه الميدان يكون ليكي مكان ان انا اكل منه عيش. معايا عروسه بجهزها ومعايا جدعين، هاكلهم منين؟ في الميدان بقالك قد ايه؟ بقالي كتير. يعني كتير قد ايه؟ بقالي 10 سنين في الميدان. انت حضرتك بتطالبي لما يكون في توسعه والميدان الاقي مكان اكل منه عيش بالحلال، اما هروح فين يعني؟ اذا كان هيعمل موقف متعدد الطوابق مرحبا بيه، وانا علينا على دماغنا واحنا نتحمله برضه، لان هو طالما بيعمل توسعه للمشروع اللي هو بيعمله دوت ويشرف المؤسسه وميدان المؤسسه، حاجه ترفعنا برضه لفوق، بس لازم يكون في بديل.
انا مشكلتي ان انا كل شويه يجوا يشيلوني عشان خاطر المشروع اللي بيعملوه ده. انا مش معارض في المشروع. انت عارف مشروع إيه الاول؟ مشروع الانفاق والكباري والمعابر والكلام ده كله. المشروع ده بيتعمل في ميدان المؤسسه، هو تطوير، بيتعمل ميدان نموذجي في ميدان المؤسسه بشبرا الخيمه. احنا مش معارضين، احنا مش معارضين. انا عايز الميدان ده يبقى احسن ميدان في الجمهوريه كلها، بس وضع لي حل، وضع لي حل ان انا اكل عيش والدنيا اللي حواليا برضه تاكل عيش. انت سواق ولا انت ليك بياع في المؤسسه؟ ليك صاحب ايه؟ بطرينه كبده. بتصرف على كذا بيت، الكذا بيت دولت ما هم برضه وراهم كتير. انت بتطلب مكان بديل ليك. بطلب مكان هيشيل الميدان، يقول لنا الميدان ده رايح فين عشان نمشي وراه. ما انا مش اكتر من كده. قول لي الميدان ده رايح فين، لو قال لي رايح اخر البلاد المسلمين همشي وراه. يعمل لي مكان عشان اقدر انا اشوف انا دنيتي ماشيه ازاي. انت راجل ليك مكان بتاخد منه عيش في الميدان، عايز مكان بديل يعوضك في ظل تطوير الميدان. بس احنا كلنا متبهدلين كعربيات، كزبون، كبياعين، الدنيا كلها متبهدله. بتنزل خلاص الكوبري اتشال، الكوبري اتشال زي ما بكلم حضرتك، الكوبري اتشال والنفق ما بيش مساعي والزبون طفش من قلب الميدان. احنا كأسرة واحدة في قلب الميدان مش عارفين ناكل عيش. مشكلتي ان انا راجل فكهاني وفارش في المؤسسه، في ميدان المؤسسه، ودلوقتي عاوز لي مكان ان انا اثبت فيه واقعد فيه، لان انا معايا 4 اولاد، ولد و3 بنات، فانا مش ما فيش كيف ان انا اجاهد واساعد، لاني عامل حادثه ودراعي متعور وما فيش باب رزق غيره. النقابه المفروض تكون مسؤوله عني في كل حاجه، من حكايه ظروفي الصحيه، لان انا قوه مستهلكه. انا راجل بساهم في النقل البري، بنقل المواطنين من مكان لمكان، بعدي بقى محافظات. لما اجي اعجز ولا تحصل لي شيء لازم الاقي حاجه تامن حياتي. امال انا بدفع نقابه وتامينات ليه؟ مشاكل الناس في ميدان المؤسسه، في عمليه تطوير بتتم. احنا لازم نطور البلد، لكن بيقابلك مشاكل باع الجائلين، مشاكل السائقين. انت قابلت الناس وقابلت المحافظ. والله يا فندم احنا في الحقيقه ميدان المؤسسه ده حضرتك يعني هنقول من اكبر ميادين القليوبيه. وميدان المؤسسه بيتم فيه حاليا تطوير، سيادتك مش هيبقى فيه ولا اشاره في الميدان. بيتعمل تكلفه الميدان ده تقريبا من 37 مليون ل 40 مليون. والناس المتواجده في ميدان المؤسسه اللي هو ما بين سائقين او ما بين اللي عنده كشك، اللي عنده فكهاني، اللي بيسترزق في الميدان، هو عنده مشكله ان الميدان هيتطور. طب احنا هنروح فين؟ ففي الحقيقه يا فندم يمكن سمعنا في التقرير بعض الشكاوى اللي احنا سمعناها او بعض الشكاوى المواطنين. احنا خدنا التقارير دي كلها وحبينا برضه، هم بيسالونا مش عارفين نقول لهم ايه. وده كان سيادتك كان رد او تقرير سيادتك عرضناه على سياده المحافظ القليوبيه السيد مهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه. وحقيقي في الحقيقه راجل متعاون جدا معانا، وابتدى يرد على التقرير وقال دول مش هنقدر احنا نعمل اي حاجه، احنا بنطور ميدان بس بنوفر لهم اماكن بديله. وفي الميدان برضو سعادتك وتقريبا في ارض موجوده اللي هي سياده اللواء يمكن هنقولها في التقرير، مساحتها حوالي 2 مليون ونص، انا اسف 2.5 فدان. دي سيادتك في الميدان هيبقى دي هتعين للسيرفيس والخدمات كلها الموجوده، الاكشاك ده هتخش جوه هنشوف بقى سيادتك ده الرد مع سياده المحافظ القليوبيه. نشوف رد السيد المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر على هذا التقرير، ثم نعود اليكم لكي نستكمل صوت الناس. سيادتك كان في عربيات السيرفيس اللي هي الميكروباصات في الميدان كانوا بيسالوا هل احنا هيكون لنا تواجد تاني في الميدان ولا اكل عيشنا هيبقى متاثر ازاي؟ ولو ليهم مكان سيادتك هيكون فين في الميدان سعادتك؟ احنا عندنا المؤسسه بنعمله نموذج
يحتذى في تطوير ميادين مصر. ان شاء الله يكون نموذج طيب باشراف من كل الجهات اللي موجوده وبتصميم رائع، تطوير شامل ومتكامل لكل شيء، وما احناش هنضر حد ابدا في اكل عيشه، بالعكس هننظم لهم الخدمه بشكل افضل بحيث ان هم يبقى لهم حياه افضل في المستقبل ان شاء الله. فاحنا عملنا تطوير متكامل، عملنا الميدان تطوير شامل باننا يعني زي ما بيقولوا كده منعنا القطاعات السطحيه، عملنا سيوله مروريه في الميدان، عملنا تخطيط وتشطير شامل للميدان، عملنا لاندسكيب هيبقى على مستوى ان شاء الله لما يخلص الميدان. فان شاء الله في شهر 6 اللي جاي لما نيجي نفتتح الميدان هيكون الميدان على مستوى. الناس اللي موجودين في الميدان الباعة الجائلين او السواقين في البارك اللي داخل وانت داخل ده بيعوق الحركه بتاعه الميدان. فاحنا نمتلك فدانين ونص جنب الجامع بتاع البخاري اللي هو في مدخل الميدان، دول مشتغلين جراج حاليا، احنا هنطوره خلاص يعني استلمناه وبنجهزه دلوقتي عشان يبقى بنعيد التصميمات بتاعته ونعمل طرق الدخول وطرق الخروج بتاعته على اللوحات، ونخلص يعني يمكن يوم الاحد ان شاء الله اللي جاي او الاثنين اللي جاي تنتهي التصميمات بتاعته، نبدا ننفذ على طول. هتنفذه شركه منار، هيتعمل موقف عربيات على اعلى مستوى، العربيات الميكروباصات اللي واقفه فيه بره دي كلها هتدخل فيه ويبقى لها نظام وطريقه دخول وطريقه خروج، وهيتعمل في السور بتاعه اكشاك هيتنقل فيها الاكشاك الباعة اللي بره المسجلين عندنا اللي هم موجودين في قاعده البيانات عندنا، اللي هم دول موجودين من زمان ولهم تعامل مع المحافظه بشكل او باخر ومسجل عندي، واللي مسجل عندي كله هياخد كشك في السوق داخل الموقف نفسه، يبقى هو موجود عشان العربيات اللي واقفه بره، فلما العربيات هتدخل جوه هو هيدخل معاها بثبات الحال، والطريق يبقى فيه سيوله مروريه ويبقى فيه تطوير حضاري فعلا في مدخل عاصمه مصر، بحيث ان يكون الميدان يليق بالمدخل ان شاء الله. سياده المحافظ اسمح لي يا فندم في ظل تطوير الميدان، طبعا هم القارئ بيتساءلوا هل الموقف الجديد هيتواكب ميعاده مع افتتاح الميدان؟ ده لازم قبل افتتاح الميدان يكون جاهز، يعني الموقف لازم يكون قبل افتتاح الميدان جاهز، لان من غير افتتاح الموقف ونقل السيارات فيه هيبقى الموضوع هيبقى تطوير مش كامل. احنا هو تطوير كامل شامل الميدان بكل ما فيه، بالموقف بالاكشاك بالتطوير بالكباري بالانفاق باللاندسكيب بكل شيء لابد ان يكون منتهي قبل 30/6 افتتاح في 30/6 ان شاء الله. فانا عشان كده بهيب بكل الناس اللي موجودين ان هم يتحملوا الاعمال اللي بتتم. الحمد لله لما حضرتك بتشوف الميدان دلوقتي احنا شلنا كل الارصفه وعملنا توسعات عشان نفضي الجزيره اللي في النص العمل الكباري او الاعمال الانشائيه اللي موجوده في الميدان. الحركه ماشيه يمكن تكون مش عايز اقول اسرع من الاول، لان الميدان لما شلنا الارصفه وعملنا التوسعات اللي احنا عايزين نعملها وسعت الميدان وخلقت الحته اللي احنا هنشتغل فيه. لكن اي تقصير بيتم احنا بنعتذر عنه لكل الناس اللي بتدخل الميدان وبتخرج منه، لكن ان شاء الله بقدر الامكان بنتلافى كل ما هو ممكن ان يتلافى ان نتلافاه بحيث نقدم خدمه افضل للعمليه المروريه في الميدان. الحاجه الثانيه ان برضه الموقف والاكشاك هتعمل على اعلى مستوى فالناس تبقى مطمنه، يعني انا عايزهم يبقوا مطمنين تماما ان احنا ما بنعملش حاجه اذا كانت كامله شامله متكامله مع بعضها، بحيث ان التطوير يكون كامل وان ما فيش حد ينضر في اكل عيشه ولا ينضر في شغله باي شكل من الاشكال، ولا حركه المرور تتاثر اثناء عمل الميدان. وانت تلاقي النهارده كنت في الميدان الصبح وبنعمل تعليمات ان انا عايز اشتغل وكل يعني يبقى في نظافه على اعلى مستوى ورصف على اعلى مستوى اثناء عمل الميدان، مش بس نستنى لحد ما. فالنهارده في حتى كل الحاجات اللي موجوده امرنا انها تتشال، وقلنا تكلفه زياده شويه تتعمل، وزي ما نكون بنعمل دلوقتي في العالم كله بقى احنا المفروض نقلنا لمرحله جديده، فكل العالم لما بيجي يشتغل في حته بيعمل سواتر وينظف حواليه ويشتغل في هدوء كانه بيعمل عمليه جراحيه، وهي فعلا عمليه جراحيه في قلب مصر، لان ده الميدان المهم او الاهم على الاطلاق في مصر.
أهلا بكم من جديد. يعني نتمنى بالفعل أن يكون ميدان المؤسسة أو شبرا الخيمة أحد ميادين المصرية اللي نفتخر بها كأي ميدان في العالم. زي طبعا بنسمع أسماء ميادين في دول العالم الكثيرة، لكن لو تم بالفعل اللي بيقولوا سيادة المحافظ ده احنا هنبقى سعداء جدا. لكن في الآخر بنلاقي برضو أنه بيتم التطوير لكن بتبقى في مشاكل. يا ريت زي ما قال أن احنا نراعي كل الأبعاد والمشكلات اللي موجودة، باع جائلين، سائقين، مواقف، ويبقى دورات مياه مهمة جدا. دورات المياه دي بيعملوا الميادين وبينسوا دورات المياه. هو سيادتك برضو احنا هناخد من تقرير سيادة المحافظ رسالة من أب أو محافظ القليوبية، طمأنينة، رسالة طمأنينة لكل الناس اللي هي سجلت معانا في التقرير، قلقان على أكل عيشه، هيبقى الدنيا فيها إيه، ماشية إزاي الميدان. وسيادة المحافظ قال كلمة جميلة قوي، قال يعني احنا بنشتغل في ميدان كأننا بنشتغل في عملية جراحية. ليه؟ ان ميدان المؤسسه من اكبر ميادين المؤسسه، من اكبر ميادين محافظه القليوبيه، وبيمر بيه حوالي اكثر من 2 مليون عربيه يوميا. نعم. وسياده المحافظ قال ما نقدرش نقفل جزء من الميدان، يعني حضرتك بيتم التورات والميدان شغال، يعني الميدان شغال والشغل شغال والميدان بيتم الحركه فيه. وطمأنينة من للساده الناس اللي سجلت معانا، اهالي او مستغلي ميدان المؤسسه، سيادة المحافظ طمنكم ان هيكون في ميدان، هيكون في مكان، هيكون في موقف السيرفيس، هيكون في خدمات للناس اللي هي عندها الاكشاك في ميدان المؤسسه. الناس كلها بتسترزق، او الناس اللي عندهم مشاريع في الميدان. سيادة المحافظ بيطمنكم على الهوا طبعا ان هيبدا يكون الميدان العربيات هتخش داخل مساحه، والاكشاك كلها تكون جوه موجوده. نعم. والخدمات كلها موجوده. معنا اتصال تليفوني مشاهدينا الكرام، احد الساده المشاهدين بنرحب بيك معنا. الو. ايوه السلام عليكم، اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم، ايه المشكله؟ والله انا مشكلتي واقع عليها ظلم جامد من وزاره القوى العامله والهجره. بخصوص تعويضات حرب الخليج. كنت سجلت استماره ده في 2002 وقالوا لي الامم المتحده بعتت اسمك وعاوزه اوراقك، وحطينا اوراقك عشان نعمل لك استماره ده، وبعد 6 اشهر تيجي تاخد مستحقاتك. ايوه كمل. اتفضل. فعملوا لي استماره ده خسائر ممتلكات، ورحت بعد 6 اشهر قالوا لي لسه الامم المتحده ما بعتتش، وانا اتصلت بالامم المتحده قالوا لي بعتنا لك تعويضاتك، ولحد الان مش قافلين على التعويضات في وزاره القوى العامله والهجره، ومش عايزين يفتروا عليها ويدوها. طب اسمح لي يا زميلي، انا عليها ظلم جامد كده. لا خلاص ماشي. انت من وقت حرب الخليج. لا يعني لا احنا عاوزين نعرف حاجه معينه. انت قدمت امتى اخر مره؟ انا رحت كتير، غبت 6 اشهر. اخر مره امتى؟ اخر مره كانت امتى؟ اخر مره؟ لا اخر مره عملوا لي استماره ده خسائر ممتلكات في 14/4/2002. طيب ماشي خلاص شكرا. احنا انت بس بعد اذنك سيب اسمك، الساده الزملاء المخرج احمد زكي يا ريت ناخد اسمه ورقم تليفونه التواصل ان شاء الله. واستاذ محمد هنتصل بالسيد الوزير كمال ابو عيطه وزير القوى العامله الحالي عشان نشوف الموقف، مش للمتصل فقط، لكل من له تعويض قديم. تمام. يعني لا يصح ان احنا نفضل لغايه دلوقتي بعد 20 سنه ولا بعد 15 سنه او 18 سنه مستنيين تعويض عشان نقدر نعيش عليه، لانه ده بالفعل كان الناس تعبت وبذلت مجهود وجت قعدت بعد 10 سنين و15 سنه، فمش معقول مجهودها يروح على الفاضي. اسمح لي سيادتك، معانا بقى تقرير وزاره الصحه، نخش تقرير الصحه. اتفضل. معانا تقرير الصحه نسمع. تقرير الصحه احنا كنا برضه سيادتك كان في تقرير الصحه في برضه محافظه القليوبيه، كانت جات لنا عده شكاوى من قريه كفر النخله طوخ قليوبيه، وكانت القريه كان عندها عده مشاكل من ضمنها مشاكل الصحه. وفي الحقيقه القرى اللي بنقول تحديدا اللي هي بعيده عن المدن والحضر الصحه فيها مهدره. فاحنا بنخاطب الساده الدكتوره مها الرباط، يعني نحط نظره الاعتبار للقرى اللي هي حضرتك اللي هي مترفه والقرى البعيده شويه، ان دول برضو من ضمن تعداد سكان مصر. وسيادتك احنا نزلنا في قريه كفر النخله طوخ قليوبيه وعملنا معاهم تقارير. الناس بتعاني او في عندهم وحده صحيه، ولكن بيعانوا من الاهمال الموجود داخل الوحده. يعني حضرتك بيقولوا بعد الساعه 2 مفيش حد موجود، ولو حد موجود الصبح ما عندهمش لا ادويه ولا خامات والدكتور غالبا ما بيكونش متواجد. فسيادتك عملنا التقرير ده مع الناس في الشارع. يعني ابسط حقوق المواطن ان يلاقي رعايه صحيه، يعني رعايه صحيه. يعني دي مشكله الاستاذ محمد
بياخدها من طرف واحد، اللي هي مشكله المواطنين في كفر النخلة قريه النخله، قريه كفر النخله اليوبيه. يعني دي مشكله متكرره في كل القرى. الساده الاطباء اللي هم مكلفين خارج المحافظات بتاعتهم في القرى، بنجد ان هم بيروحوا يقعدوا فتره طويله، فتره قصيره جدا من استثناء للكشف على المواطنين، وعددهم كبير وما بقاش في ادويه. اللي احنا عاوزين نوصل له انه طالما الساده الاطباء لهم حقوق وبيبحثوا عن حقوقهم وبيعملوا اضراب هنا واضراب هنا وفي المستشفيات العامه والقرى، طب يا جماعه يعني الطب مهنه انسانيه اولا، وفي قسم اسمه قسم اقراط، هذا القسم بيقول فيه او ما معناه ان انا سوف اقوم بعملي تحت اي ظرف وسوف ابذل جهدي، وده القسم موجود. يعني يا جماعه نفصل الجانب المادي عن الجانب الانساني. احنا كلنا مصريين ولازم نحافظ على بعض. الساده الاطباء برجاء ان انتم تقوموا بواجبكم وحقوقكم هتوصل لغايه عندكم، واحنا هنقابل سياده الوزيره ان شاء الله، هيبقى فينا لقاء معاه. تمام. هو اسمح لي سيادتك، احنا برضو من خلال برنامج صوت الناس بنخاطب السيده مها الرباط وزيره الصحه. ان شاء الله ناخد ردود من دكتوره مها الرباط على التقارير اللي هنشوفها دلوقتي، ان الناس عملوا اتصال بينا اكتر من مره مستنيين الردود علينا. طب نشوف التقرير. بنخاطب حضرتك دلوقتي وزاره الصحه ان شاء الله نروح عندهم وناخد ردود على التقرير اللي هنشوفها السادة. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام وصوت الناس. شوف. القرية موجود عندهم مشكلة في الصحة والبيئة. بالنسبة للصحة حضرتك، الصحة تعتبر شبه معدومة في قرية كفر النخلة، لا يوجد وحدة صحية. الصحة موجودة في كفر العمار، في قرية جنبنا اسمها كفر العمار، شبه معدومة تماما، لا دكاترة لا موظفين لا أي حاجة. أنا في حالات حرجة بتبقى هنا علشان نروح الوحدة الصحية في كفر العمار بيبقى خلاص خلصت انتهت ماتت، عشان نوديها بنها بنروح كفر العمار بنلاقيش حاجه خالص في مستشفى كفر العمار، بنضطر نروح المدينه او المحافظه. بالنسبه لمدينه بنها او مدينه طوخ، بنروح مدينه بنها بتحولنا على مدينه الزقازيق، محافظه تانية خالص، لاساءه الصحه حتى في المدينه. انت معايا حضرتك؟ يعني بالنسبه مثلا لو مريض عشان يروح ليوصل لبنها في حاله حادثه في حاله اي حاجه شبه مات. مش مطلوب على الاقل ان الحكومه توفر لنا هنا رعايه مركزه في الوحده الصحيه، على الاقل خالص الحاجات البدائيه تكون متوفره في الوحده الصحيه. يعني زي ايه سيادتك؟ على سبيل المثال مثلا كان من فتره اجهزه السونار اللي موجوده في الوحده الصحيه هنا تقريبا شبه مش شغاله اطلاقا، وكل الناس اللي في البلد لو محتاجه تعمل سونار هتسافر اقرب مدينه لينا طوخ او بنها لمستشفى الجامعه. الاجهزه اللي موجوده في المستشفى فيها اجهزه موجوده فيها في الوحده الصحيه لكنها مش شغاله، مش شغاله عشان هي عطلانه عشان فيها حاجه، لا، لان مفيش حد من المستشفى اصلا بيحاول يشغلها، لا دكاتره ولا مهندسين بيحاولوا يشغلوا الاجهزه دي. كل المطلوب على الاقل خالص يوفروا لنا الحاجات اللي هي خاصه بالاسعافات الاوليه اللي ممكن تلحق بيها اي حد، لكن لو على الرعايه ممكن يبقى نسافر للرعايه المركزه في اي حته ثانيه. اولا احنا بنتكلم على مشكله خطيره اللي هي مشكله فيروس سي المنتشر بنسبه كبيره جدا على مستوى مصر، وخاصة بالنسبة للقرى والأرياف منتشرة بنسبة 50%. أنا كراجل مساعد صيدلي وبقف في معامل تحاليل بيجي لي نسبة مثلا 10 يعملوا تحاليل، ال10 بيطلع منهم 1 سليم وال9 عندهم فيروس سي. فاحنا يا ريت بنناشد وزيرة الصحة وبنناشد الجهات المسؤولة يا ريت يهتموا بهذا الموضوع. وأكبر مشكلة بتأثر على هذا المرض فعلا اللي هو الصرف الصحي والمياه، عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الصرف الصحي والمياه. يا ريت صوتنا دوت يوصل للجهات المسؤولة كلها. موضوع المية اللي سيادتك بنعاني منها كلنا، لاني انا اتعاملت مع شركات او معامل، جات لي اتصلت بمعامل حضرتك لتنقية المية، وجات لي المعامل بالفعل عندي قررت المية اكتر من مرة واثنين وثلاثة، يطلع المية سيئة 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 جدا. وفعلا احنا بنعاني من موضوع المية دي، لاني تكرار المية ده او نظافة المية لينا وللجميع وللاطفال قبل مننا، احنا ما بنعرفش حضرتك نشرب نقطة مية سليمة اطلاقا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. توفير فرص عمل للشباب هم قومي وهمنا ايضا في صوت الناس، وهنشوف التقرير القادم من ملتقى التوظيف مع الزميل محمد حسنين، وثم نعود اليكم لنستكمل باقي الحلقه. النهارده في موجود في المؤتمر تقديم الطلبات من والابلكيشن من شباب والرياضه وبنرد بقى تاني بندخل الشخص من دول بندخله لغايه المندوب اللي جوه من الشركات، وبعد كده بنفرز الابلكيشن وبنتصل بيهم على طول على الموبايل. المده دي يعني هي كام يوم؟ احنا قاعدين يومين. بتبدا من الساعه كام للساعه كام؟ الساعه 8 حتى الساعه 6. استاذ سيد اسمح لي توضح لنا كم فرصه النون عند سيادتك موفرها للشباب؟ هنحتاج ان شاء الله اقل عدد ممكن ل 1500 فرصه عمل فعليه، بالاضافه الى حوالي 1000 فرصه عمل لمناديب الشركات اللي بتبقى مقيمه معانا في النون. سيادتك طبعا اللي هيحصل على الوظيفه ده هيكون ليه تامينات اجتماعيه ليه علاقه؟ احنا تامين اجتماعي وصحي وطبي من اول لحظه، ورعايه اجتماعيه كامله للعاملين من مجلس الاداره طبعا، وانتقالات وزي وكل ما يحتاجه العامل او الموظف علشان يؤدي عمله يعني بكامل طاقته الذهنيه متوفره ان شاء الله في هذا المكان. حضرتك انت ايه مشكلتك هنا النهارده؟ مشكلتي هنا مش لاقي تخصصي، مش لاقي مجالي. كل ما ادخل شركه يقول لي انت بتخصصك ايه؟ قلت له بكالوريوس تربيه، فبكالوريوس تربيه يقول لي لا احنا مش طالبينك. هم حاصرين التخصصات اللي هنا في المنطقه بالنسبه للمؤهلات العليا، مصمم جرافيك، مدخل بيانات بس. انا جاي والله عرفت ان في ملتقى النهارده لتوظيف الشباب، تمام؟ فجيت اشوف برضو الوضع في البلد ماشي ازاي، هل في فعلا توظيف ولا هل هو شو اعلامي لتسليط الاعلام ان في وظائف في البلد وفي تشغيل قدام الناس وفي زي ما قبل كده احنا قدمنا، حصل قبل كده وقدمنا. انا كشاب مصري عايز كده حياه كريمه، وظيفه كويسه، تمام؟ حاجه يعني اكل منها عيش، اعول اهلي، اصرف بيها على بيتي لو انا متجوز. معانا ايضا تقرير من السيد وكيل الوزاره الدكتور خالد تليمه. هو سيادتك احنا لما سجلنا مع الشباب، الشباب كان عندهم بعض تخوفات قديمه، فقالوا احنا دلوقتي بنيجي نقدم طلبات وبنقدم يعني حضرتك الملتقى التوظيف ده معمول من وزاره الشباب والرياضه والتجاره والصناعه، فهم قالوا احنا قدمنا كتير، وقالوا في ايام الزمن السابق والحالي، فهم متخوفين. هل يا ترى ده الكلام ده كله شو اعلامي بالنسبه للشباب، ولا ده هيكون في خطوات جاده نعم. ويبداوا يلاقوا توظيف؟ نشوف التقرير مشاهدينا الكرام. محمود اسمح لي، عايزين ننقل الصوره للناس المشاهدين اللي بيشوفونا، ايه اللي بيدور النهارده في قاعه المؤتمرات؟ النهارده طبعا احنا في قاعه المؤتمرات بنعمل ملتقى التوظيف الخامس اللي بيننا وبين وزاره التجاره والصناعه، وزاره الشباب ووزاره التجاره والصناعه. مقدمين 106 شركه، بنوفر اكتر من 20,000 فرصه عمل. الفرص دي مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطه، وبالاضافه ان احنا تنوع الوظائف اللي موجوده، سواء وظائف غذائيه، دوائيه، صناعيه، تجاريه. اكتر من فرصه للشباب انه ينزل يلاقي وظيفه. بنقول للشباب تعالى في وظائف جاده موجوده النهارده، تلاقي فرصه دي كويسه، ممكن تلاقي احسن منها بكره، لكن ما تبقاش قاعد في البيت ومستني وظيفه حكوميه. وعايز اطمن حضرتك احنا يوم 11
2 هنكون في الشرقيه ان شاء الله، ويوم 18/2 هنكون في الغربيه، ويوم 25/2 هنكون في سوهاج. قطار التوظيف مع شركات القطاع الخاص هيتحرك لكل محافظات مصر باذن الله. اسمعني دكتور محمود، في تساؤلات عديده من الشباب النهارده بيسالوا بيقولوا احنا قدمنا الطلب، هل يا ترى في مصداقيه في الكلام ده ولا زي الفتره السابقه؟ لا والله هو ان شاء الله في مصداقيه. الشركات عامله شبه بروتوكول او بروتوكول بمعنى صح مع وزاره التجاره والصناعه. الوظائف دي متقدم بيها طلبات رسميه من الشركات. احنا الفتره اللي فاتت كانت الناحيه الاقتصاديه كان فيها صعوبه شويه. النهارده الاقتصاد بدا يقوم. النهارده المصنع ولا الشركه اللي كان بيطلب مني 20 واحد بيطلب 100. الشركات عايزه تقوم نفسها، الشركات نفسها تشتغل. الشباب برضه لازم يجي ويشتغل مع الشركات، بس احنا بنقول نتحمل شويه في الاول. النهارده عندنا 102 شركه مقدمه فرص عمل للشباب، مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطه وبدون مؤهل. عندنا 16,000 وظيفه او فرصه عمل للشباب على مختلف التخصصات. النهارده زي ما انت حضرتك شايف كده عندنا الاف من الشباب المتقدمين لشغل الوظائف، هي وظائف حقيقيه، فرص متاحه. والنهارده بنعمل حاجه جديده ان احنا بنعمل ابلكيشن للشباب كلهم، كل المتقدمين، والعدد هيزيد. هل يا ترى سيادتك كل اللي يتقدم هيكون له وظيفه ولا العدد هو اكبر من اللي بيتقدم؟ هو ده بقى حضرتك اللي احنا بنعمله النهارده. احنا الاعداد اكيد هتبقى اكتر. احنا عاملين الملتقى على يومين، النهارده وبكره. هيجي لنا اعداد اكتر كتير جدا من الفرص المتاحه. احنا بنعمل ابلكيشن قاعده بيانات لكل المتقدمين. اللي هيتقدم وهيلاقي فرصه ربنا هيحالفه الحظ وربنا هيوفقه ويلاقي فرصه النهارده معانا. اللي مش هيجيب بناخد رقم تليفونه وعنوانه وبنتواصل معاه للملتقيات الاخرى. مر الوقت سريعا مشاهدينا الكرام. أصوات الناس كثيرة ومتعددة وشكواهم احنا بنحاول نحلها بكل جهد إن شاء الله من خلال البرنامج. بنشكركم على تواصلكم معنا من خلال هذه الحلقة، ونشكر كل السادة المسؤولين على ردودهم على أسئلتنا الخاصة بشكاوى الناس. شكرا محمد على وجودك معنا. شكرا يا فندم، ونتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية نتلقى شكاوى المواطنين من برنامج صوت الناس، من خلال برنامج صوت الناس على البريد الإلكتروني والتليفونات الخاصة بالبرنامج. وأهلا بكم في برنامج صوت الناس، وشكرا على حسن المتابعة. شكرا، والى لقاء قادم ان شاء الله مشاهدينا الكرام.